وتسليماته عليه. في يوم الخميس قبل الوفاة ب4 أيام قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به الوجع: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. وكان في البيت رجال فيهم عمر، فقال عمر: قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول: ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. وأوصى في ذلك اليوم ب3: أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. أما الثالث قال: فنسيه الراوي، ولعله الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة أو إنفاذ جيش أسامة، أو هي قوله: الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة أن يوصيهم بأداء الصلاة والقيام بحقوقها كاملة، وما ملكت أيمانكم أن يوصيهم خيرا بالعبيد وما تحت أيديهم، بل حتى هي تعتبر وصية حتى للحيوانات التي ملكهم في أكلها وشرابها. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم، يوم الخميس قبل الوفاة ب4 أيام. وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب وقرأ فيها بالمرسلات عرفا. وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، الطشت. ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، لا يتحرك يمش، أغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ ووقع ثانيا وثالثا ما وقع في المرة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء حينما أراد أن ينوء. فأرسل حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة في حياته، أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق صلى 17 فرضا. وهي صلاة العشاء من يوم الخميس إلى صلاة الفجر من يوم الاثنين، و15 صلاة فيما بينهما، ما بين العشاء وبين الفجر. وراجعت عائشة رضي الله عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 مرات ليصرف الإمامة عن أبي بكر، يشوف إمام غير أبو بكر، حتى لا يتشاءم به الناس كونه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قبل 3 أيام من وفاته قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 وهو يقول:
ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قبل يوم أو يومين، يوم السبت أو الأحد، وجد الحبيب صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه بأن لا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير. قبل الوفاة بيوم، قبل يوم من الوفاة، يوم الأحد، أعتق الحبيب صلوات ربي وتسليماته عليه غلمانه، وتصدق ب6 أو 7 دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. وفي الليل أرسلت عائشة بمصباحها امرأة من النساء، رسلت المصباح لامرأة من النساء وقالت: أقطر لنا في مصباحنا من عكتك السمنة، كب لنا حبة السمنة كده عشان نولع بها. سبحان الله العظيم، سيد المرسلين هو الآن يموت ما عنده حتى الشيء اليسير اللي يولع به أو الذي يضيء به، صلوات ربي وتسليماته عليه. وكانت درعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من الشعير، كانت قد استدانها منه صلوات ربي وتسليماته عليه. آخر يوم من الحياة، روى أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم. يا جماعة، حجرة عائشة كانت في الناحية الشرقية تفتح في المسجد مباشرة، لو فتح الستر حق الحجرة الناس بيصلوا قدام بيشوفوه صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، عايز يرجع ورا، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة: فسألناها عن ذلك أي فيما بعد، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين، ورأت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: وكرب أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر، حتى كان يقول: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. وقد طرح خميصة على وجهه، غطى بها وجهه يا جماعة، فإذا اغتم بها كشف عن وجهه، فقالوا: هو كذلك. وكان هذا هو
آخر ما تكلم وأوصى به الناس، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لا يبقين دينان بأرض العرب. وأوصى الناس فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كرر ذلك مرارا. وبدأ الاحتضار، فأسندته عائشة إليها وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي، يعني نوبتي، وبين سحري ونحري. السحر يا جماعة هو الصدر، والنحر آخر الرقبة من تحت مكان الذبح. وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخيها يا جماعة وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إلى السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسه النعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ يعني تمضغ السواك قليلا، ألينه لك؟ فأشار برأسه النعم، فلينته فأمره. وفي رواية أنه استن به كأحسن ما كان مستنا، استاك يعني. وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات. الحديث. وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحركت شفتاه فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كرر الكلمة الأخيرة ثلاثا، ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقع ذلك الحادث حين اشتدت الضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11، وقد تم له 63 سنة وزادت 4 أيام. بعدها يا جماعة لما مات الحبيب صلى الله عليه وسلم يا جماعة تسرب النبأ الفادح، وأظلمت على أهل المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال أنس: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الهجرة، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. موقف عمر يا جماعة رضي الله عنه. وقف عمر ابن الخطاب يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. ثم يا جماعة جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه على فرس له من مسكنه بالصنح حتى نزل، ما كان موجود وقت الوفاة، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشي بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين،
أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس، فقال الصديق: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فتشهد أبو بكر فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال ابن المسيب: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق، فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. جاء هبوط يا جماعة، حتى ما تقلني رجلاي، وحتى هويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.